السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف أفرح ولا أزعل. مش عارف أقول يعني أنا إحساسي إيه دلوقتي. مش عارف أفرح بأحسن تنظيم كأس عالم وأحسن افتتاح كأس عالم وأحسن إبهار للعالم وأحسن حفل كأس عالم شفته على مدار تاريخ البطولات اللي أنا حضرتها. يعني أنا شفت مثلا بداية من 86 90 94 98 2002 2004 2006 2010 2014 و18. ما شفتش الابهار ده ابدا. ما شفتش حفل افتتاح بالجمال اللي عملته دولة قطر النهارده. العناصر كلها كانت مكتملة النهارده. انك تمزج ما بين الحاضر والماضي، وانت رسالتك للعالم ايه، ومورجان فريمان وقصص وحكايات، وتجيب تميمة كاس العالم اللي كانت رمز لكل بطولة كاس عالم على مدار تاريخه. تميمة جنوب افريقيا، تميمة البرازيل، تميمة امريكا، كاس عالم امريكا 94، تميمة بطولات يعني احنا شهدناها وحسينا بيها واختتمناها يعني ختموها بتميمة كأس العالم فيفا قطر 2022. لعيب. احلى التمايم زي ما بيقولوا، التميمة العربية الأصيلة. النهارده قطر قدمت للعالم هدية بتنظيمها لكأس العالم، قدمت للعالم العربي هدية بتنظيمها لكأس العالم. قطر النهارده فتحت التاريخ للأمة العربية كلها بأحسن تنظيم وأحسن حفل افتتاح وأحسن لوك زي ما بيقولوا استادات، وحاجة يعني ما شاء الله ما شاء الله. بس الحلو ما يكملش. الحلو ما يكملش ماتش افتتاح ما بين قطر وإكوادور. منتخب القطري يعمل فينا كده؟ ازاي منتخب اصلا يعني بيتم اعداده من 5 6 سنين وعمال يشترك اشي في بطولة الكأس الذهبية، بطولة كوبا امريكا. اتحاد الفيفا نفسه عمل لهم دخلهم في التصفيات الاوروبية كدولة يعني ضيف شرف، ومع ذلك لعبوا كل الماتشات الودية الدولية دي، والنهاردة عاشوا في نفس جو انه ماتش ودي. ما جوش كأس العالم. يعني المفروض اللاعب القطري يحس يعني ايه كاس عالم، ان انت بطل اسيا. ايه المستوى ده؟ ايه العرض ده؟ يعني اللعيبه نازله ركابها تخبط في بعضها. مش كده. فين حسن الهيدوس، وفين اكرم عفيف، وفين المعز، وفين علام بخاء يعني ابو ضياف. فين الناس دي كلها؟ عبد الكريم حسن. فين كل الناس دي؟ فين المعز، فين الهداف؟ فين كل الناس دي؟ فين الناس اللي بيتم اعدادها بال6 7 سنين؟ يعني الاتحاد القطري ودولة قطر عملت ما عليها في التنظيم، وعملت ما عليها في اعداد المنتخب ده. انا جاي لكم لابس تيشيرت العنابي النهارده، قلت هنحتفل. اي حد كان النهارده بيتوقع ماتش اكوادور وقطر قبل الماتش بيقول اه طبعا لا قطر هتكسب اكوادور، لان ماتش هولندا والسنغال او السنغال وهولندا صعب جدا. انما القطريين صعبوه على نفسهم. ازاي فرقه تنزل وهي ركابها بتخبط في بعضها كده؟ ده مفيش كورتين ثلاثه كانوا بيتموا. يعني مفيش 1 2 3، لا 1 2 اقطع 1 2 اقطع. ازاي؟ ماشي فرقه اكوادور كويسه وقويه، بس قطر ما تظهرش بالمستوى ده. بطل اسيا ازاي؟ بطل اسيا بصراحة ضيع حلاوة الافتتاح، ضيع حلاوة العرض الجامد اللي عاملاه دولة قطر في احسن يعني من احسن نسخ كاس العالم. هتورينا نسخة من احسن النسخ. يعني روسيا ما عملتش كده، فرنسا ما عملتش كده، جنوب افريقيا، امريكا، كوريا واليابان. كل الدورات اللي احنا شفناها ما كانتش بالحلاوة دي. ايطاليا مفيش حد كان بالحلاوة دي ابدا. لما يجي المنتخب القطري يعني يغم نفسنا كده. طبعا احنا متأثرين، او انا يعني زعلان طبعا على هزيمة المنتخب القطري، لان المفروض كان يقدم احسن من كده، والروح تبقى احسن من كده، والاداء يبقى احسن من كده.
انما ما اعمل اللي عليك، استمتع، العب باستمتاع. انت مش هتاخد كاس العالم، بس اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك. يعني ورينا الجراءة، ورينا الكرة الهجومية. وسانشيز قاعد بره مغيب برضه، يعني عشان يبتدي تغييرات يبتدي في الدقيقة 60. أكرم عفيف، فين أكرم عفيف؟ ده أحسن لاعب في آسيا؟ فين؟ فين الهيدوس؟ فين؟ فين بوضياف؟ برضه فين؟ المعز؟ كل اللعيبة الحلوة دي اللي كانت المفروض قطر بتعتمد عليها. ده انتوا يعني لعبتوا كام ماتش ودي دولي، وشاركتوا في كام بطولة؟ شاركتوا في كام بطولة عشان يتم إعدادكم لكأس العالم ده؟ ازاي يعني؟ مستوى سيء جدا. يا رب، يا رب يعني قطر تأدي ما عليها في مباراة السنغال اللي جاية، وبعدها مباراة هولندا. بصراحة من أسوأ يعني ما قدمت الفرق العربية في كأس العالم على مدار تاريخه. أنا شفت كتير، شفت تونس، شفت السعودية. شفت السعودية يوم ماتش ألمانيا 7-1، لا لعبت وهجمت، لعبت وهجمت. المغرب، طبعا المغرب كان أداء لما كسبت النرويج. المغرب لما طبعا خرجت من ألمانيا في دور ال 16 في كأس العالم بقى في المكسيك 86، لا كان أداء وكان لعب شرف يعني وافتخار ويعني بنلعب لحد الدقيقة 90. السعودية أدت ما عليها في كأس العالم، وخصوصا في كأس عالم أمريكا. المغرب، تونس لعبت ماتشات قوية جدا برضو، ما تهاونتش بالطريقة دي، أو ما كانتش خايفة بالطريقة دي. إيه الخوف ده؟ شيل الخوف، أنت لاعب دولي، شيل الخوف، أنت بطل آسيا، شيل الخوف. ما تخافش من حاجة، اعمل اللي عليك وخلاص، وسيب النتيجة على ربنا. طبعا يعني احنا بنتمنى كل الخير يعني للفرق العربية، وان شاء الله تنتظرونا في مباريات قادمة ان شاء الله في كأس العالم. وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.